بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. الأخ الأمين العام، الأخ نائب الأمين العام، الإخوان أعضاء الأمانة العامة، الإخوان والأخوات أعضاء المجموعة النيابية، الإخوان والأخوات رجال الإعلام والصحافة. تصميم الحول كيفية العمل مع الأخرين بطريقة إيجابية وكافية لإتاحة مستوية للديال والتواصل في مدة هذا الموضوع على كل حال تعرفونه جميعا بأنه احنا بدأناه منذ مدة. احنا نعتقد بأن هذه الحكومة مع الأسف الشديد من بين مميزاتها هو التطبيع مع الفساد، وقلنا حين سحبت القوانين الانتخابية، القوانين المتعلقة بالإسراء غير المشروع، متعلقة باحتلال الملك العمومي البحري، فيما يتعلق بالمقالع، وقلناها كذلك. ونحن نتابع عمل هذه الحكومة فيما يتعلق بقانون الإطار ديال الاستثمار كما تفضل السي إدريس، ما يتعلق بتحلية المياه، ما يتعلق بتزويد يعني المكتب الوطني بالفيول، يعني عدد من اوجه ديال الفساد. وهما كيقولوا على كل حال، احد الوزراء الناطق الرسمي قال البارح بانه راهما غادي يمشيو باش يتكلموا على كل وزير شنو دار. هذا هو الواقع زعما، واش حنا كنبتكروه؟ مع الاسف من رئيس الحكومه خداو منه هذه الصفه هذه وكيتمتعوا بها كاملين. ولا ما كان عندك مانع سنفتح المجال لكل الوزراء. دابا راه عندنا 4 الوزراء من اصل 7 ديالكم، راه ممكن نفتحوا الاخرين وسنجد هذا الامر، لانه على كل حال من يعني شاربين ولا راضعين من بزوله وحده للاسف الشديد. فيما يتعلق بهذا الموضوع ديال الادويه، السياق حنا كنا كنناقشوا دائما في قوانين الماليه، كنقدموا تعديلات وكنقلبوا فين كاين الشيطان. يعني كل قوانين الماليه كتكون شي بلاصه مخبعه لغير ذلك، ماشي كتخبعها الحكومه، لا، احنا ملي كنمشيو نسلطوا عليها الضوء كنلقاو فيها اشكالات. فاثارنا هذه السنه الادويه. قلنا كيفاش الحكومه جابت الادويه في 2022، جابت الادويه يعني في 23، جابتها في القانون وجابتها في مرسوم، جابتها في 2025 وجابتها دابا عاوتاني. دابا 556 دي سي اي، يعني دواء وعاد المشتقات ديالو، فيها التخفيض، فيها الرفع، فيها، ولكن الاكثريه فيه تخفيض من 30% ديال رسم الاستيراد الى 2.5%. حنا كنقلبوا، حنا كنطيحوا على بعض الاشكالات اللي كتعرفها الوزاره. حنا ما عندنا مشكل لا شخصي ولا مصلحي مع ايا كان، لا مع الشركه ولا مع الوزراء بصفتهم الشخصيه، ما عندناش مشكل. بدينا كنقلبوا، حنا كنطيحوا في واحد الاشكال كبير يتعلق بتزويد السوق الوطنيه بالادويه. هكا طحنا في هذه المصيبه هذه اللي حنا فيها. فبقينا كنقلبوا كنبحثوا، فوصلنا لما وصلنا اليه. قبل ما نعرض عليكم يعني هذه القضيه ديال تضارب المصالح، خلينا نأطروا هذا الشيء واحد شويه. ما غنهضرش عليهم كاملين الاخ الامين العام، هادو واخا 10 ديال النقاط، لكن 6 النقاط الاولى غنمر عليها مره الكرام. غير عناوين. الاطار المرجعي لابد ان نذكر به، لانه الدستور كيحكمنا. الفصل 36 ولا بد خصنا نستحضروه، لانه هو اللي كيهضر ان القانون هو اللي كيعاقب على تنازع المصالح واستغلال التسريبات المخله بالتنافس النزيه. هو اللي كيتكلم على الصفقات العموميه والتدبير ديالها، هو اللي كيتكلم على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز. ضروري نتكلموا على القانون التنظيمي ديال الوزراء، لان الوزراء استدلوا به، يعني الماده 33، واللي كيقول بمجرد اعضاء الحكومه خصهم يتوقفوا طوال مده مزاوله مهامهم عن ممارسه اي نشاط مهني او تجاري في القطاع الخاص الى غير ذلك. وعندنا كاين واحد الفرق دابا في القانون التنظيمي هذا، درنا ولا سيما مشاركتهم في الاجهزه التسيير والتدبير والمنشات الخاصه والهادفه الى غير. ملي كنزلوا لتحت الجماعات ومجالس العملات والجهات، دايرين لهم هذاك الشيء مقاد. شنو دايرين لهم؟ ممنوع عليه ان يبرم صفقه الاشغال او التوريدات او الخدمات او عقد الامتياز او الوكاله او اي عقد ديال التدبير، وان يمارس بصفه عامه كل نشاط قد يؤدي الى تنازل، سواء كان بصفته شخصيه او بصفته مساهم او وكيلا عن غيره او لفائده زوجه او اصوله او فروعه، يعني سادين. ولذلك كنجبروا واحد العدد ديال العزل والتجريد في الجماعات الترابيه. في المرجع دابا هذا اللي غادي نحكموا به، هذا الشيء اللي غادي نديروا. في الادويه عندنا واحد المدونات الادويه 17/04 فيها جوج المواد اساسيه، الماده 7 والماده 74. طبعا الماده 17 ديال الثمن، الماده 7 اش كتقول لنا؟ كتقول لنا اودي ملي ما كيكونش الدواء ولا بغينا الدواء كنديروا 3 طرق، اما صفقه مفتوحه ودوليه، واما رخصه استثنائيه، واما استعمال مؤقت. يعني ملي يكونش هذوما اللي كنديروا، سواء يعني في الاستيراد او في تصميم الحول كيفية العمل مع الأخرين بطريقة إيجابية وكافية لإتاحة مستوية للديال والتواصل في مدة تطبيقات النظم الآخرين. اي دواء استوردناه ولا كنصنعوه ما يمكننا نبيعوه الا بناء الاداريه اللي كتحدد الثمن وكتحدوا بناء على مرسوم.
هذا المرسوم خليني نقول لكم غادي يجي نهضر عليه. التطهير اللي حول كيفيه العمل على خير بطريقه ايجابيه وكافيه بإتاحة مستويه للدية والتواصل متبادلات النقد الاخرين. التطهير اللي حول كيفيه العمل على خير بطريقه ايجابيه وكافيه بإتاحة مستويه للدية والتواصل متبادلات النقد الاخرين. التطهير اللي حول كيفيه العمل على خير بطريقه ايجابيه وكافيه بإتاحة مستويه للدية والتواصل متبادلات النقد الاخرين. الصناعيه كل مؤسسه تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليه صنع الادويه واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجمله. هذه هي. هاد فارماكوم نقول هذا دابا ما عندها مصنع ما كتصنع حتى حاجه، عندها 7 ديال لي زوتوريزاسيون ديال التراخيص كلها ديال الاستيراد. كنجيو لهذا الثمن بغيت نقول من الان من 1969 ما تغيرش مرصود الاثمنه. احتاجت حكومه العداله والتنميه برئاسه الاله بن كيلان 2013 ودارت المرسوم. ها النتائج ديالو، ازيد من 4500 دواء. هادو سون دي سي اي، هادو راه اسماء ديال الادويه ديال يعني كاين عندنا الدواء وعندنا المشتقات ديالو او الاسماء التجاريه ديالو 4500. 5 هاد القرارات التي اتخذت في عهد السي عبد الاله بن كيلان راهي قدامكم. في عهد الحكومه السابقه قرار واحد، هاد الحكومه قرار واحد. سي العثماني نعم 19 مايو 25 يونيو صحيح. هذيك الوردي راها سميتها تما خالد ايت طالب صحيح. في عهد الحكومات السابقه 4500 دواء الذي تم تخفيضه بخمسه القرارات. هذه الحكومه دارت قرار واحد وداروا خالد ايت طالب وراه هو فيه يعني اللي كان فيه 32 دواء. طيب هادشي ديال الصيدله غير باش تعرفوا بسرعه، كاين عندنا 56 مؤسسه يعني مؤسسه صيدلانيه. 40% من تكلفه النظام الصحي عنده علاقه بالادويه. المبيعات ديالهم كتباع 17 مليار. في 2024 كان عندنا 400 دواء ناقص. هذا غادي نرجعوا له من بعد. كاين عندنا المؤسسات، 5 هاد المؤسسات كتهضر على الادويه بسرعه. كاين المجلس الاعلى للحسابات واللي قال اختلالات في تدبير صفقه الادويه، تكلم على 1229 يعني 25% ديال توجد في وضعيه احتكار من الادويه. هضر على هوامش الربح في المغرب تتجاوز بكثير المعمول بها في الدول السبعه، لا السبعه، لان ذاك المرسوم ديال ثمن الادويه حدد 7 ديال الدول اللي هي فرنسا والبرتغال واسبانيا وتركيا ومصر والسعوديه. طيب عندنا البرلمان درنا مهمه صلاح 2009 2015 2021 و2021 على الادويه لان حتى هي فيها واحد الجزء كيتعلق بالادويه. مجلس المنافسه كيتكلم على الاطار القانوني لمنح الاذن بالعرض. هذا غير كافي ومتجاوز. سوق الادويه بالقطاع الخاص تعد سوق احتكاريه وشديده التركيز. هذا هو مجلس المنافسه قال هادشي ماشي حنا قبل من نقولوا حنا. تقرير المجلس الاجتماعي كيتكلم على 40% من الحاجيات هي كنجيبوها من برا، وتكلم على اننا كنستوردوا المواد الاوليه من الصين ومن الهند، وانه الاشكالات القانونيه المتعلقه بمنح رخص العرض هذيك لا ام حتى هو وقف عليها. كاين عندنا مؤسسه الوسيط حتى هي قالت لك مشكله الادويه تتجاوز مجرد واش موجوده لا موجوداش بشكل يعني كتعلق بالحكامه المنظومه. عندنا واحد الدراسه مزيانه نوقفوا عليها لان هذه غير التقديم. واحد الدراسه دارتها الكنوبس مع لا سي ان اس اس مع الجمارك وجابوا قالوا هذه الادويه اللي عندنا واللي كنخلصوها وكنديروا فيها واحد 320 دواء 321 تحديدا، وقال تا ودي كيدير الاثمنه ديالنا مع فرنسا وبلجيكا. ها النتائج ستتراوح فوارق الاسعار بين هذا المغرب وبلدان المقارنه من 1% حتى ل 1158 وبالقيمه المطلقه في المية وكذلك من درهم حتى ل 23000 درهم و380 الفرق. هوامش ديال الاسعار مصرح بها ما بين هذاك الشيء ديال الجمارك وهذاك الشيء باش كيتباع الفرق ما بين 13% الى 278% كيهم 95 دول اللي استوردنا. القيمه ديال هذا الفرق 320 مليون هي التكلفه الاضافيه الناتجه عن الفارق. كاين دراسه اخرى على كل حال في هذا راه تكلمت عليه، يعني المجموع ديال في القوانين الماليه اللي كل مره كتجي بعد حنا درنا بعض المقارنات. قلنا الحكومه جات دابا بواحد 556 دواء مزيان، خدينا منه بعض العينات كنقولوا هذا المشروع في علاقته بهذيك الدراسه اللي دارتها الكنوبس مع الجمارك. ها النتائج واحد العدد الادويه الفرق بين الان 278% 494% 266% 100% 200%. هذا الاسعار المصرح بها عند الجمارك والاسعار باش كيتباع، وهذاك الدواء هو اللي جايبه الحكومه في قانون الماليه. فاذا كنقولوا واخا جبتوه دابا واخا خفضتوه ولا رفعتوه كاع
راه المشكل اكبر من هذا الشيء. اذا كيخص العلاج يكون اكبر من اننا واش غنزيدوا ولا غنقصوا. التطهير اللي حول كيفية العمل على خير بضريبة ضريبية والكافية لإتاحة مستوية للدية المتواصلة فوق المدة بقدرات النقد الآخرين. باش ما نبقاوش بعاد، باش ديك الدراسه راه ديال 22 23 حنا دابا حيدناها على هذا القانون المالي. كذلك التطهير اللي حول كيفية العمل على خير بضريبة ضريبية والكافية لإتاحة مستوية للدية المتواصلة فوق المدة بقدرات النقد الآخرين. نبقى نزيد صافي مزيان. دابا عاوتاني هاد جبنا واحد بعض الادويه اللي كاينه في هذا القانون المالي اللي جبناه، وشفنا الناس ملي كتجيبها بشحال كتجيبها فجبرنا الفرق ما بين داكشي اللي كيجيبوا كماده خام وما بين الدواء اللي كيتباعوا بالثمن ديالو. شنو لقينا هاد الفوارق عاوتاني اللي كتوصل حتى ل 25000%، 27000%. زعما لوكو باش جابوا 2 دراهم وكيبيعوا ب 12 درهم، او كيطيح جابوا بدرهم باش طايح عليه وكيبيعوا ب 289 درهم. زعما نعم مواد الاوليه. هذيك الماده الاوليه حسب الدراسات انه من ماده اوليه باش تولي مصنعه القيمه كيتوا 40%. واكفين حنا من هذه الارقام اللي كتوصل يعني من 4000 فما فوق. هذا بعض حنا في العداله والتنميه التعديلات اللي درنا على قانون الماليه هذا 33 تعديل اللي كيهم الادويه، لان هذه الادويه هادو كاينه فيهم واحد العدد ديال كاين اللي كنزلوه من 30% رسم استيراد 2.5%، كاين اللي كنهبطوه من 30 ل 17.5، كاين اللي كنطلعوه من 2.5 ديوانه. نعم ديوانه. هاد الديوانه هذه اللي كنديروا كاينه بغض النظر على هاد الارقام 2.5 و17.5 و10 و30، كاينه واحد بلايصه سميتها واحد الماده 164 فيها الاعفاء التام، كيقول لك بغض النظر عن جميع كذا كذا كتخضع عليه كل الاعفاء العام. هاد الادويه دخلات في الماده 164 وكنجيو عاوتاني كنعطيوها واحد اعفاء اخر ديال 2.5%. فاذا حنايا على كل حال تقدمنا، اهم شيء تقدمنا به كنقولوا ما طيب اسيدي. حنا درنا الدراسه كنقول لكم هاد الادويه اللي جبتوا منين خفضتوها جبتوا المنكر، جبتوا في الاشكال، ولكن كنقول لك طيب اسيدي ياك خفضتوها وراه الثمن خصو ينخفض. ما شفناه لا في 2000 لا في 2023 ولا في 25. دابا حنا كنقترحوا عليكم ديروا واحد العمليه شهرين من بعد ما تخفضوه يبان الثمن عند المواطنين. راه التزمت معنا الحكومه بان غدير قرار في هذا الشان. طيب احنا وصلنا شحال دوز دابا؟ يلا نص. طيب حنا وصلنا سيدي لهذا المشكل هذا. فاذا حنا ما حنا كنبحثوا وصلنا لهذه القضيه، جبرنا هذا المشكل هذا تسرناه في نهار 13 نوفمبر. جاوبونا على كل حال، جاوبنا بيان. حنا قلنا اودي واحد الشركه راه غادي نفصلوها، واحد الشركه كانت كتنتج واحد الدواء سميتها بروم فارما. شركه انشئت 1999 وترى يعني شركه مغربيه تنتج عدد من الادويه وعندها لا ام ديالها بحال عدد الادويه. والمغاربه انا ما كنديرلاش الاشهار، ولكن هذيك البوماده الصفراء ديال 1% و 3% راه هي اللي كديرها باش نعرفوا بان شركه قديمه، لانه حنا المغاربه كنا دزنا في المدرسه وكيديروا لنا البوماده الصفراء راه هي اللي كديرها انت عارفها. فاذا هذه شركه قديمه كتنتج، ومن بين الامور اللي كتنتج الكسائل البوتاسيوم. هذا البوتاسيوم كنحتاجوه في كلورير دو بوتاسيوم كسائل. هذاك الكلورير السيدريس انت شيميست، ولكن هذيك غير باش كنقادوا بها البوتاسيوم. طيب فاذا حنا منين قلنا راه كاين هذا المنكر جاوبنا ببيان ديال الليل، قال لك هادشي ما كاينش وهادشي طاطا والى غير ذلك. هذا وزير الصحه. دوزنا شي ايام قال لك لا هو غيستعمل الماده 133 من النظام الداخلي والحكومه غتجي باش توضح. جا هو والمدير العام، حنا حضرنا ياك ما كان كيسحب لهم، حنا حضرنا بكثافه وجاوبنا. طيب بعد ذلك جا عاوتاني هو جاي الجواب. قال سيدي، قال لك سيدي فيما يتعلق بما اثير حول تضارب المصالح من الضروري التوضيح ان الصفقات العموميه لا تبرم مع اشخاص ذاتيين، مزيان مع شركات حنا عارفين. ومن قال العكس كما ان تطوير مفهوم تضارب المصالح قال لك ليست قضيه قطاعيه. علاش مالكم حاطين على الصحه؟ هذا راه المشكل ديال كل شيء ديال رئيس الحكومه والقطاعات الاخرى. كنقولوا لهم معاك، حنا معاك، بل هي مساله اراده جماعيه يمكن ان تتبلور في اطار تشريعي لا يستهدف طرفا دون اخر. يعني ماشي غير التجمع الوطني. علاش حاقرين علينا غير حنا؟ طيب واذا راى البرلمان ضروره تطوير هذا الاطار فهو ادرى من اي جهه اخرى بالسبل الكفيله بتحقيقه، والاداره راه ملتزمه بتطبيق القانون. هذاك الشيء اللي قلنا له ما جاوبش عليه. واش كلورير دو بوتاسيوم اعطيتيها الفارما بروم ولا لا؟ ما جاوبش لحد الساعه، ما جاوبش. هاد جانا عاوتاني وزير اخر كيقول لك اودي
بانه هو هذيك الشركه اللي جبدته وكذا راه هو قدم الاستقاله ديالو منها وما بقى عنده حتى شي علاقه بها، وانه كعضو مسؤول مجلس شركتين معنيتين وقدم الاستقاله ديالو ها هي ونشرها وليغاليزي. مزيان مزيان. ثم الناطق الرسمي في لقاء حزبي قال لك اودي بوانو تراجع. انا مش تراجع، قلت تراجع. انا حقيقه تراجعت على حاجه وحده، رجعت من الرباط المكناس ذاك النهار، هادشي اللي درت. اما باش نتراجع علاش نتراجع؟ بالعكس اقول لك السيد الوزير واقول لمن معك اسمع مزيان وشنف اذانك بما سنقوله من معطيات. التطهير اللي حول كيفيه العمل على خير بدليل ضريبيه وكافيه بيرتاح مستويه للديل والتواصل فوق مده بتجارات النقد الاخرين. دو بوتاسيوم. طيب هذا من المواد الحيويه كيعرفها كل شيء، كتنجو شركه مغربيه قلتها، كدير استثمارات في البنيات والتجهيزات. في 2024 خليني نقول غنهضر على هذيك فارما بروم، حتى هذه نهضروا عليها، حتى هذه راه دخلوها يعني هي كتطور من 99. 2024 عرفت تطور كبير جدا بدخول يعني مستثمرين خليجيين ومستثمرين كبار دخلوا ليها. مزيان. معنا انا ما عندنا علاقه حنا حيت البعض كيقول لك حيت كتهضروا عليها انتم كذا، انا والله ما كنعرفها ولا نعرف مواليها ولا نعرف، ولكن كنعرف الوراق. فهذه دارت واحد هي اللي كتنتج لنا هاد الماده كلوريد بوتاسيوم، وسعات المصنع. ملي كتوسع المصنع خصك واحد سيرتيفيكات كونفورميتي باش كيشوفوا هذيك لا لين دو فابريكاسيون واش باقا صالحه ما صالحاش، قدموه 6 شهور ما كيتسناو، خلاو ستوك ديال البوتاسيوم. كاين اللي كيقول 4 شهور، كاين اللي كيقول 13 شهر، ما عليناش، تسالى ستوك. اش غنديروا؟ الاصل هو انه كنديروا صفقه كنعيطوا اللي عنده لوتوريزاسيون، اللي عنده الرخصه ديال البيع للعموم، البيع في السوق الوطنيه، هو اللي كنعطيوه باش يجيب هذاك الدو. حنا خلينا هذا السيد وما جابوناش على الطلب ديالو، ومشينا كنديروا عطينا لواحد اخر. شكون هذا الاخر؟ هي فارما بروم، هي الشركه اللي كان فيها السيد الوزير. فارما بروم. طيب غنجي لهذوك الاستثنائيه سي مصطفى. اذا عوض منح الوزاره رخصه التصنيع او الاستيراد للشركه صاحبه لايم، منحت رخصه الاستعمال المؤقت. هاد الرخصه الاستعمال المؤقت لا تي عطاتها لواحد الشركه اخرى اللي هي فارما بروم. طيب نبداو بهاد التراخيص الاستثنائيه. انا قلت لكم كاينه عندنا الصفقات العموميه المفتوحه الدوليه، ملي ما كتكونش كنديروا التراخيص الاستثنائيه. ثانيا وكنديروا تراخيص الاستعمال المؤقته. واحد الدواء ما كايناش كان خصنا نديروا، كاين قطاع كما قلت لكم. طيب على ما نصنعوه ولا على ما نعطيو غير لوتوريزاسيون لشي شركه كنستوردوه بجوج طرق، اما رخصه استثنائيه واما رخصه ديال الاستعمال المؤقت. وبالمناسبه هاد التراخيص كتعطى في 3 ايام. لابيل دوفر 21 يوم ديال الاشهار، وسير يعني ان كنديروا واحد دفتر التحملات فيه عدد من الشروط الى غير ذلك، وهاد الرخص كنعطيوها في 3 ايام. طيب واخا كنعطيوها في 3 ايام، كيفاش هاد السيد اللي حط طلب في ظرف 3 ايام غادي نعطيه؟ زعما هو ما عندوش الخبر على هذا، راه منقطع. شكون اللي عطاه الخبر باش يوجد الملف؟ هذاك الملف باش يوجدو كيخصو وقت باش يوجدو، لانه خصو المعطيات شحال ناقص في القطاع العام، شحال ناقص في القطاع الخاص، وكيوجد واحد العدد الوثائق. صحيح هذوك 6 الوثائق بسيطه، ولكن المعلومه راه الفصل 36. هاد التراخيص اللي تعطات في 24 و 25 هي قدامكم 350 رخصه دلاتو ديال الاستعمال المؤقت اللي تعطات في 2025. شكون خداها؟ لا مجيب. طيب هذه الرخص الاخرى اللي كتعطى الرخص الاستثنائيه. طيب من غير البوتاسيوم، هاد 350 من غير الكلورير دو بوتاسيوم، العلم اللي عندنا من 350 شحال خدات فارما بروم؟ ما عندناش، ولكن اللي عندنا مأكدين منه هو 13 دواء اخر من غير الكلورير دو بوتاسيوم، هي اللي امامكم. هي هذه اللي هي لا هذيك الادويه الخاصه بمرضى الاضطراب بفرط الحركه، هذا شيء اخر، هذا مشكل اخر غادي نرجع له في الاخر. هذوك اللي مكتوبين بالفرنسيه كلهم ميتوتريكسات وهذاك سيكلوكلوفير والسيترات دو كافي، هادشي كله خدات لوتوريزاسيون، خدات هاد الاستعمال المؤقت، خداتو هاد شركه فارما بروم. طيب علاش خداتو؟ انا شرحت لكم كيفاش كتاخذ. عندنا واحد الظاهره واحده اخرى، الصفقات العموميه في وزاره الصحه 50% منها كتخرج دون جدوى انفريكتيو. علاش؟ ما كلشي كيتسائل كيفاش هاد الصفقات كنديروا صفقات كتخرج، لان ملي كتخرج انفريكتيو اش كنديروا؟ كندوزو اما للاستثناء الرخصه الاستثنائيه واما لاطوي. ها هي الشروط التعجيزيه في دفاتر التحملات، الاثمنه وما ينتج عنه اللجوء الى التفاوض سواء عبر الاذون الخاصه او الرخص الاستثنائيه للاستيراد. ايوا طيب هذه راني قلتها. شحال عدد الرخص اللي خداو؟ الله اعلم. حنا يلا عندنا 13
ولكن هذا الله اعلم خصنا نقلبوا عليها في شي حوايج، شي بلايص اخرى. فين مخبع هذا الشيء؟ حنا فين مخبع؟ انا كنعطيكم المسار ديال هذا فارمابروم. طيب هذاك الناطق الرسمي قال راها انشئت في 2014، حنا كنصحوا له في 2010 ويمكن قبل، لكن في 2010 بدات العمل ديالها وها المسار ديالها، فوقاش غيرت النظام، فوقاش دخلها السيد الوزير، فوقاش الى غير ذلك. اللي كيهمنا منا واحد الجوج، هذيك الوضعيه 2013، لان 2021 غنرجع لها، 2022 غادي نرجع، 2022 ديك الساعه جات الحكومه الجديده ما كانش فيها هذا الوزير يحول كيفيه العمل على سبيل ضريبه ويبين الكيفيه اللي يتاح مستويه للبيع والتواصل ومتابعه اجراءات النقد الاخرين. صيفطوا لمجلس المنافسات التركيز الى غير ذلك، اعطاهم القرار، ما كاين مشكل. في 2023 تعلن يحول كيفيه العمل على سبيل ضريبه ويبين الكيفيه اللي يتاح مستويه للبيع والتواصل ومتابعه اجراءات النقد الاخرين، حيث انخفض صافي راس المال الى اقل من الربع مما هدد استمراريه الشركه. خدا في 22 23 كيقول هذا الشيء، في 24 غادي نشوفوا شنو وقع. السيد الوزير تعين في اكتوبر 2020، 24 في 1 يناير، في 1 نوفمبر قدم الاستقاله ديالو، مشات هي اللي معلنه. في 11 نوفمبر تعيين مدير جديد الى غير ذلك. لكن راه في 2 دجنبر بعد ما ولا وزير، حنا ندخلوا دابا في الاشكالات، تلقى تبرعات باسهم من طرف مساهمين اخرين. اي صفه؟ طيب كنشوفوا شحال خدات الصفقات. عندنا سيدي في 2024 خدام الاداره المركزيه حوالي 3 مليار، في 25 خدا 3 مليار ونص، وهادشي طالع بعد ما كان فضيه 2021. حيت هذاك اللي كيقول لك 2014 كنهضروش عليها، 2021 صفر، خدا صفر. 2024 انا كنشوف فين طلعت، و2025 فين طلعت. يعني 40 مليون ديال الدرهم في 47 مليون ديال الدرهم منين جات؟ كي دار؟ طيب ها هي على مستوى كذلك حصيله ديال الصفقات، العدد، ها العدد هو فروماج، ها التطور ديال الاجمالي ديال الصفقات. اي فها كيفاش طلعت، وها شحال 39% في 2024 و61% في 2025 حصه الصفقات التي عزت عليها الشركه ما بين 2024 و 25. طيب ايوا نجيو دابا هاد الشركه اللي كان عندها عز في 23 كاينه واحد الوثيقه، داكشي اللي كيدفعوا للضرائب، البيلون، ها البيلون كيخلع، وغير ممكن نهائيا انها تكون عندها هذه الوضعيه وهي يعني كدير غير هذه الصفقات. حيت هذه الصفقات معروفين، راه ورينا لكم 30 في 7 في 40 في 30 كاع 7 نقولوا كاع 60 مليون ديال الدرهم، كاع 100 مليون ديال الدرهم اللي خدات كصفقات، معناه انه الربح ديالها. ولكن شوفوا البيلون، شوفوا بانه تضاعف النشاط التجاري للشركه 85% سنه 2000، حيث بلغت المبيعات السلع 95 مليون ديال الدرهم بعد ما كانت 51 مليون ديال الدرهم. الارباح تضاعفت 3 مرات 200%، دازت من 7 المليون، من 2 المليون حوالي 8 مليون ديال الدرهم، 2 مليون ونص حوالي 8 مليون ديال الدرهم. طبعا ملي كتشوف هذا البيلون فيه بزاف ما يتقال، خلينا لكم معايا في الارقام. طيب الخلاصه هو ان تم منح رخص مؤقته للاستعمال لجلب ادويه معينه تكلمنا عليها، تضاعف معامله ارباح الشركه تكلمنا عليه. طيب من غير هذه الارباح اللي كيقولوا لنا راه كاين واحد المشكل. السيد الوزير قال لك خرج بيان كيقول لك هو غير موجود نهائيا في هذا الشيء. طيب انا اؤكد لكم بانه بالوثائق بان السيد الوزير ماشي فقط نموذج 7 ديال السجل اللي خرجوا كذبوا، عندنا محاضر ديال الوزير حاضر في يونيو 2025 وموقع في الشركه فارمابروم، ماشي في شركه واحده اخرى بارتنير ولا داكشي كله، فارمابروم. وكاين محاضر اللي تغيب عليها دايرينو يعني ابسون اي اكسكوزي، اعتذر شتنبر 2025. تقول لنا ما كاينش تضارب مصالح وتقول انه ما كاينش. طيب لا صافي، لا انا سالينا سلا والله هو طيب شوف دابا حنا هذه بلادنا، حتى واحد ما كيبغي لها الضرر، حتى واحد ما يبغي السمعه ديال البلاد ما تكونش حسنه وجيده، ولكن هذه الحكومه لا تعيننا على ذلك، ما كتعاونناش. وهذا الشيء هذا اللي قلناه
كاين مخافيه اعظم في عدد ديال المواضيع اللي غادي طيب غادي نرجع لها في الاخر. هادو دابا هاد الحكومه هذا كيخرج عينهم، بجوجهم كيخرجوا عينهم، والرئيس ديالهم والوزراء ديالهم الناطق الرسمي ديالهم، ويشوفوا شنو واقع في العالم. مثلها اقل منها بكثير كيقدموا استقالتهم. ها هما قدامكم. اوكرانيا وزير التقرير اللي حول كيفيه العمل على الخدمه بطريقه ايجابيه وكافيه لارتاح مستويه للبيئه والتواصل الفوري المطلق بجوات النمط الاخرين. التقرير اللي حول كيفيه العمل على الخدمه بطريقه ايجابيه وكافيه لارتاح مستويه للبيئه والتواصل الفوري المطلق بجوات النمط الاخرين. التقرير اللي حول كيفيه العمل على الخدمه بطريقه ايجابيه وكافيه لارتاح مستويه للبيئه والتواصل الفوري المطلق بجوات النمط الاخرين. لا موافق، هذا الشيء ما كيضحكش، كيبكي. ورفع الصوت ديالي الاخ الامين العام غير زعما الحرقه هذه البلاد. حنا مقابل هذا الشيء قلنا نديروا لجنه تقصي الحقائق. علاش؟ حيت المهمه الصلاحيه ما غاديش نعيطوا لوزير هواجه، خص لجنه تقصي الحقائق. علاش؟ لانه هي اليه دستوريه. الناس اللي كيجيو كيأديو القسم سواء كانوا اعضاء الحكومه او القطاع الخاص او غيره، وماشي كنزيدوا بها، لان البعض مشى كيقول لا خص يكون فيها التوافق، وعلاش ما درتوهاش ملي كنتو نتوما ملي كنت الله ودي. سير قلب، غير قرا مزيان وقلب في العهد الحكومات السابقه داروا ما كملوش صحيح، ولكن كل هاد الفضائح ملي كتكون شي حاجه كبيره بحال هادشي، بحال الجمعه الاسود ديال افنيك، بحال كديميزيك التقاعد، استمعوا رئيس الحكومه ما كناش ما دارتش، ولا عنده مشكل مع 107 و125 معليش يسرطها بشويه الماء. راه حنا سارطين اكثر من هادشي لان ولينا 13 وحنا جايين. طبعا اذا كان يخيفهم هذا الكلام وكيحسبوه بانه هادشي، حنا هادشي كنديروه لجوج الاهداف. الهدف الاول مصلحه البلاد، ولا شيء غير مصلحه البلاد. وهذا الشيء علاش كنديروا هذا الشيء وعلاش كنفتحوا هذا الشيء؟ لانه يمكن اليوم زاد تحديات بعد 31 اكتوبر ماشي يقبل من 31 اكتوبر. الصوره وجهنا كله محطوط في هذا الشيء، ولذلك خصنا هذا الشيء نقطعوا معه. انا عطيت امثله شنو خصو يدار. لجنه تقصي الحقائق ها هي، حنا انخرطنا فيها نهار 17، طلبوها الاخوان ديالنا الفريق الحركي، سنينا معاهم، حنا كاملين كنتسناو الباقي. راه ما حنا ملي كتكون قضيه هي تعلن عن نفسها ماشي وزائد انه جميع الفروق توصلت بالمراسله من اجل التوقيع. الاغلبيه حسب ما قرانا يعني كلهم قالوا ما ندخلوش فيها، كل واحد كيقول السبب ديالو، كيقول لك السبب ديالو. طيب حنا كاين اللي طالب بتوسيعها للادويه بصفه عامه، ما عندنا مشكل حيت كلوريد البوتاسيوم غير جزء، ولكن هاد الاشكال بغيتوا ديروا على الاثمنه مرحبا، بغيتوا ديروا على هاد الرخص الاستثنائيه مرحبا، بغيتوا ديروا على الرخص المؤقته للاستعمال مرحبا، علاش ما بغيتش؟ ولكن هذا المشكل راه ما يمكنلوش يبقى دائما. طيب ما خفي اعظم، عندنا الصفقات التفاوضيه هضرنا عليها، والوزير كيعجبو كيقول لك لا 91 550 مليار ديال السنتيم كدوزها الصفقات التفاوضيه، زعما كي درتينا والفلوس كانوا عندك. كنا عاد جاوك الفلوس وعاد التحديات ديال السبيطارات كاينه، نقدروا نقولوا لكن التفاوض كيكون على صفقه ماشي على 91 صفقه، ماشي على 550 مليار. وكتقول لي لا راه غندير فيها الشفافيه وغندير القانون وغنمشي للشركات. عارفين نعطيناك نموذج. كاينه المستلزمات الطبيه، المستلزمات الطبيه فيها اشكال حقيقي الان ديال الاستحواذ، سواء ما تعلق بلي ديسبوزيتيف زعما الزاباراي او ما تعلق بلي ديسبوزيتيف، هادو فيهم اشكال ديال الاستحواذ وخصو يوقف. كاين اشكال اخر ديال هذوك اللي عندهم علاقه بالوزاره الحراسه والنظافه والصفقات الرقمنه، وكاينه اشكال اخر كبير. حنا كنقولوا هاد يعني المؤسسات الصحيه الخاصه يعني مع هذا الشيء اللي درنا ديال تعميم التغطيه انتشر، ولكن هذا الانتشار فيه اشكالات لا بد ان نقف عندها. كنا كنتكلموا على واحد اللي كينتشر بكاس السرطان وراه مشى دابا توقف على واحد العمل غيديروا، ولكن كاينه امور اخرى وخصنا حتى هي ما نساوهاش، حتى هي خصنا نوقفوا عليها. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سيدي اذا سمحتي غير واحد الاشاره لان طلبوها مني. كاينه واحد 5000 عائله، واحد الدواء ديال التقرير اللي حول كيفيه العمل على الخدمه بطريقه ايجابيه وكافيه لارتاح مستويه للبيئه والتواصل الفوري المطلق بجوات النمط الاخرين. التقرير اللي حول كيفيه العمل على الخدمه بطريقه ايجابيه وكافيه لارتاح مستويه للبيئه والتواصل الفوري المطلق بجوات النمط الاخرين. التقرير اللي حول كيفيه العمل على الخدمه بطريقه ايجابيه وكافيه لارتاح مستويه للبيئه والتواصل الفوري المطلق بجوات النمط الاخرين. يمشيو لتونس ولا يمشيو لمصر ولا يمشيو لفرنسا باش يجيبوا هذاك الدواء، وهذا سبب من الاسباب ديال المغادره ديال الاطفال الاقسام ديالهم. وكل شيء كيعرف هذا الشيء لان ديك التربيه الدامجه الاساتذه ولا اللي سولتهم عندهم هذا المشكل، وهذا من بين الاشكالات. وهذا عطيو فيه لاميم، راه كاينه موين لاميم عطيوه يجيبوا الدواء بالثمن اللي مناسب. دابا من 100 درهم كيشريوها في السوق السوداء
500 درهم حرام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.